اي لايف او فيديو احنا بنتكلم فيه عن مرض التصلب المتعدد او المالتيبل سكلروزس بتبقى فيه اسئله كتيره قوي بخصوص موضوع واحد بس: هل العلاج الطبيعي والتاهيل يا دكتور ليه دور في علاج مرض التصلب المتعدد ولا لا؟ واحنا هنجاوب على السؤال ده دلوقتي بامر الله. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. العلاج الطبيعي ليه دور اساسي ومهم جدا في تحسين حياه مرضى التصلب المتعدد. المريض ممكن يعاني من مشاكل في الحركه، في الاتزان، وكمان في القوه العضليه، وهنا بيجي دور العلاج الطبيعي والتاهيل انه يقلل من الاعراض دي قدر المستطاع ويساعد المريض انه يحافظ على استقلاليته، يعني ان هو يعمل الحركات بنفسه بدون مساعده من حد، وكمان جوده حياته ان هو يقدر يمارس انشطه الحياه المختلفه بصوره شبه طبيعيه بقدر المستطاع. وده بيحصل من خلال عدد من الاهداف بنحطها لمرضى التصلب المتعدد، واللي من اهمها تحسين قدره المريض على المشي والتوازن، وده بيقلل من فرص السقوط والاصابات، لان دي اكتر حاجتين ما بنحبهمش مع مرضى التصلب المتعدد، خاصه السقوط. زياده القوه العضليه من خلال تمارين تقويه العضلات اللي ضعفت نتيجه قله الحركه، التخفيف من حده التشنجات اللي ممكن تصيب المريض، اعاده تدريب الوظائف الحركيه، وهنا احنا بنساعد المريض على انه يستعيد الحركات الطبيعيه خاصه بعد الاصابه بنوبات المرض اللي بتكون مؤلمه جدا وبتاثر على حركه المريض بشكل كبير. وهنا بيجي دورنا ان احنا نحاول نرجع الحركه دي طبيعيه بقدر المستطاع. تحسين القدره التنفسيه، ودي نقطه من اهم النقط اللي احنا بنتعامل فيها في العلاج الطبيعي والتاهيل، لان من اكتر المشاكل اللي بتقابل مرضى التصلب المتعدد ضعف العضلات التنفسيه، وبالتالي ما بيكونوش قادرين هم يتنفسوا بشكل كافي وصحيح، وده بيخليهم يعاني دايما من الاجهاد بشكل مستمر. واحده من الاهداف المهمه للعلاج الطبيعي هو تحسين القدره التنفسيه من خلال تقويه العضلات اللي مسؤوله عن التنفس، وده بيحافظ على ان الرئتين تفضل على نفس الفيتال كاباسيتي بتاعها او السعه الطبيعيه بتاعتها بقدر المستطاع، وده يمنع مرضى التصلب المتعدد من الاجهاد بشكل مستمر وسريع. وده بيحصل من خلال عدد كتير ومتنوع من التمارين، زي مثلا تمارين التمدد او الستريتشنج اكسرسايزز، تمارين التقويه او السترينثنج اكسرسايزز، تمارين الاتزان البالانس اند كوردينيشن اكسرسايزز، تمارين الوظيفيه ودي نوع مهم جدا من التمارين اللي هو الفانكشنال اكسرسايزز، وكمان في نوع مهم جدا وبيجيب نتائج ممتازه لمرضى التصلب المتعدد وهو الهيدروثيرابي او العلاج المائي. ايه فايده العلاج المائي يا دكتور؟ ممارسه التمارين في الماء بتقلل الضغط على المفاصل، وبالتالي بتساعد ان الحركه تكون اسهل، وبالتالي انا بدرب كده مريض التصلب المتعدد على انه يتحرك بصوره اسهل، بيفرق معاه جدا في التاهيل بتاعه. ودي كانت اشهر انواع تمارين العلاج الطبيعي اللي بيكون مع مرضى التصلب المتعدد. ولكن طبعا جلسه العلاج الطبيعي بتختلف من شخص لاخر، لان واحنا بنحط الاهداف بتاعتنا في العلاج الطبيعي بنعتمد على كذا نقطه مهمه: مستوى الاعاقه للشخص المريض، نسب الاعاقه كل ما عالت كل ما احنا بنحاول نغير الاهداف بتاعتنا عشان نحاول نقلل الاعاقه دي. الاعراض اللي موجوده بالنسبه لنا احنا بنحاول ناخد دايما الموست كومن كومبليكيشن او اكتر حاجه المريض بيتالم منها او اكتر حاجه مهمه بالنسبه للمريض ونفسه ان هي تحصل، ثم بعد ذلك الاقل اهميه، وهكذا. وبس كده، دي كانت اجابه سؤال النهارده: هل العلاج الطبيعي والتاهيل ليه دور في علاج التصلب المتعدد ولا لا؟ اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تتابعنا، تعمل قلب، كومنت بدعوه حلوه تصلي فيها على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو لعل غيرك يستفاد. لو مهتم بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري، هنا دايما مكانك المهم والاهم. تصلوا على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.